ترى أغلب اللي يبثن الآن وعندهن دعم وعندهن مدري إيش، تدرون إنهن فاشلات في الحياة؟ تدرون إنهن أغلبهن خبيثات؟ إلا من رحم الله. تلقاها مطلقة من زوجها، تلقاها تطلع غصبا عن إخوانها، تلقى حتى أنانية بطريقة عجيبة، إخوانها متفشلين منها وما عليها منهم، خالعة زوجها وتافلة في وجهه، وطالعة هنا تمثل عليكم الأخلاق وتمثل عليكم مدري إيش، وهي خبيثة وساكنة لحالها، أغلبها ساكنة لحالها. تيجي أنت تدور الطيب وتدور الحب عندها، غبي مغفل. اللي يبيعها هلا يبيعك بريالين. خلينا نكون واقعيين يا اخوان. الحين اغلب المشهورات اللي يبث من امريكا وتركنا هلهن، هل هذه انسانة تستحق الثقة؟ ما فكرت باي شيء، فكرت بس بوناستها وفلوسها. في ناس كثير يقدرون يسوون نفس اللي سوته، بس وش اللي يمنعهم؟ اللي يمنعهم خوفهم على سمعة أهلهم، وخوفهم على أشياء كثيرة، والوازع الديني وأشياء كثيرة. هذا اللي يمنعهم. والله أي واحد يصير أناني ويصير خبيث يبي يشتهر ويبي يجيه فلوس ويبي يجيه إعلانات، خصوصا النساء. إذا فسخت الحياة اشتهرت، إذا باعت سمعة أهلها اشتهرت، إذا قهرت إخوانها اشتهرت. هي تشتهر ويجيها فلوس وإخوانها منقهرين، إخوانها متفشلين. كل شيء بالدنيا هذا له ثمن يا رجل. تخيل واحد من إخوانها يشوف البث، تخيل واحد زوجها السابق يا أخي حرام، وتطلع عياله. أنت رحت لأمريكا والله رحت لبريطانيا والله رحت لأي مكان، وش ذنب عياله؟ العيال مشتركين بينك وبينه، مالك حق تستثمرينهم. بس سوشيال ميديا انت بكيفك، انت صعتي بكيفك، لكن ليش تطلعين عياله خصوصا بناته وتروحين تتحامين بالقانون الامريكي والله بالقانون البريطاني، وتطلعين عياله كل يوم بأسوأ صورة؟ عياله يا اخي عياله. لا بالسعودية ما تقدر، اذا اشتكى عليها بالسعودية ما تقدر تستغل اولاده. خلينا نكون واقعيين يا اخوان. اتكلم عن بعض المشهورات الحقيرات اللي يتحامن بالغرب ويتحامن. الله لا يبلانا يا اخوان، والله لا يبلى اي مسلم بهذا الموقف. تراه موقف مؤلم، بل انه موقف يا عيال ممكن ينهي حياة الرجل. لو صار هذا الموقف مع اي رجل يا اخوان لا تلومونه، ترى هذا ابتلاء. والله يمكن لو يصير مع اي واحد فينا يمكن يموت، يطق قلبه يموت خلاص. وما العيش إن عشت إن لم أكن مخوف الجناب حرام الحمى.